السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهاردة حضراتكم شايفين معانا حاجة حلوة، هنعمل تورتة ونفس الطريقة ممكن تعملوه جاتو. طريقة سهلة وبسيطة وكلنا هنعمله بدقيق عادي من البيت، مش لازم دقيق اسبونج جاهز، هنعملوه في البيت. عملناه قبل كده في البيت برضو معاكم وصورته، والمرة دي هعمل اهو تورتاية جميلة لعيد ميلاد بنتي. ومن هنا اقول لها كل سنة وانت طيبة يا رودي. المقادير: معانا كيلو وربع دقيق، دقيق عادي للبنات اللي هو دقيق عادي اللي هو من جميع الاستخدامات، وربع كوباية نشا، وثلاث بيضات كبار مش صغيرين. لو ثلاث بيضات، لو بيض صغير يبقى 4 بيضات. ومعانا كمان نص كوباية سكر، وبيكنج باودر، ومحسن كيك بنجيبه من عند العطار، وفانيليا. يا رب ما نكونش نسيت حاجة. هنعيد على المقادير تاني احنا وشغالين. الثلاث بيضات هننزل بيهم ونكسرهم في بولة، وعليهم الفانيليا والسكر. السكر قلنا نص كوباية سكر، وده الفانيليا قد معلقة فانيليا سايلة او بودرة، اي حاجة اللي موجود عندك مشي بيه. هنضرب السكر والبيض والفانيليا مع بعض لغاية ما الصفار كده، بصوا اللون بيتغير، البيض ما بيبقاش اصفر، يبقى ابيض فاتح ويتضاعف حجمه. هننزل بمعلقة من المحسن كيك اسمه بونو. هناخد معلقة اهو بالشكل ده، معلقة كبيرة. هنزل بيها على المقادير واضرب تاني. نضرب بالمضرب، لو عندك عجان حلو خالص بقى برضو بيبقى حلو لكن مضرب ايد لا. ممكن على فكرة في الخلاط كمان. ضربناه بالشكل ده وما شاء الله ضاعف حجمه وبقي كريمي بالشكل ده. دلوقتي بقى هجيب الدقيق، قلنا معانا كوباية وربع من الدقيق العادي. هننزل بمعلقة معلقة كده وننخلها. انا الدقيق ده نخلاه قبل ما اشتغل بيه، يعني دي المرة التانية انخله معاكم. ما ننزلش يا حبايبي بالدقيق كله مرة واحدة على الخليط بتاعنا. الدقيق ابتدى يتقل، هرفع المضرب وهعجن بعد كده، اكمل عجن بالمعلقة عادي. هاخد معلقة كبيرة من البيكنج باودر اللي هو كيك شيف، واكمل برضو الدقيق، واقلب من فوق لتحت الخليط عشان ما يطلعش الهواء اللي انا دخلته في الضرب اطلعه معايا. لا انا ايه، بالشكل ده من تحت لفوق كده اقلب. ونزلت برضو اخر حاجة بالربع كوباية نشا. معانا ربع كوباية نشا في المقادير برضو. مجهزة الصاج اللي انا هخبز فيه ومولعة الفرن، يعني فرن حامية. المهم الصاج مبطناه طبعا بسمنة، وبعد كده كمان حطيت ورقة زبدة وبرضو دهنت ورقة الزبدة. دخلته استوى، حطيته على الرف اللي من فوق اللي على الشبكة، وبعد كده طلعته اختبرته طبعا وتمام استوى. هطلعه كده عشان يبرد. طبعا المدار اللي في الصاج ده ما بياخدش كتير عشان يبرد، بيبرد بسرعة، مش زي لما يكون في صينية عالية. بقلبه بالشكل ده، وبطلع ورق الزبدة قبل ما ايه
يبرد، يبقى سخن كده، طلع ورقة الزبدة منه. هنا بقى غلطتي يا بنات عشان محدش يغلطها زيي، ان سبت الكيكة على وشها، المفروض كان عدلتها تاني او حطيتها على ورقة الزبدة. بعدها اللي رحت كده لما جيت اشيلها لقيت الوش طبعا لزق في الرخامة. عشان كده ما تعملوش كده، تعدلوها او تخلوها على ورقة الزبدة. المهم معايا طبعا بوريكم الحاجات اللي انا هزين بيها التورتيه بتاعتي. معايا كريم شانتيه، ومعايا كريم شانتيه كان قديم في الفريزر طلعته اهو اللي في البوله، وكريسبيات صغنونه كده، وبيضه، ومعايا شوكولاته سما خام. هكسر الشوكولاته عشان ايه احطها على حمام ميه دافي. حمام ميه دافي، تحطي ميه وتغلي وعليها طبق من فوق او طاسه او اي حاجه. المهم الطاسه اللي من فوق دي ما تبقاش لامسه الميه، وتبقى على البوتاجاز عادي، تغلي الميه وتسيح الشوكولاته بس ما توصلش للشوكولاته الميه طبعا. معي طبعا ميه متلجه، شايفين فيها تلج، يعني ميه متلجه لازم عشان الكريم شانتيه يتضرب ويبقى ايه ناجح وكويس. بنزل بكميه الكريم شانتيه اللي عندي، مقدار كوباية، وكمان معلقة كبيرة من الكريم باستري. هضرب بقى المقدار معنا كويس. افضل بقى اقلب بالمضرب، مضرب الكهربائي جامد. لو ما عندكيش مضرب كهربائي ممكن تعملي بالخلاط عادي، تحطي مقدارك ده كله في الشفشة الخلاط وتضربي. جبت الكيكة قسمتها على 2، وعندي شربات كده بميه مخففاه بميه، ونزلت بيه كده سقيت بيه التورتايه او الطبقه الاولى. وبعد كده حطيت لها كريم شانتيه. الكريم شانتيه ده اللي هو كان عندي في الفريزر وطلعته، حطيته في قلبها. وده كريم كراميل او اي صوص عندك برضو ما فيش مشكله، لو فاكهه اي حاجه. حطيت الطبقه التانية وهسقيها برضو بالشربات المخففاه بالميه. جبت الكريم شانتيه حطيته في كيس عشان اوزعه على التورتايه، واساوي التورتايه من فوق كده في وشها وفي جنابها كلها داير ما يدور. نجلسها كويس في الجناب. عملت الشكل ده، المنظر ده كده زي الموجة. جبت خلة اسنان كده وقسمتها الشكل اللي انا هعمله على التورتايه في التزيين. جبت كريم كراميل وخدت مربع من المربعات اللي انا رسمتها على التورتايه بالشكل ده. شوكولاتة بعد ما سيحتها على بخار المية. المفروض يا بنات الشوكولاتة تحطيها على التورتية تسويها على طول عشان طبعا بتنشف، ما تسيبيهاش وبعد كده تقولي هسويها، لا اعمليها وتسويها بالمرة يعني. اهو بصوا لما جيت اعملها اسويها حسيتها نشفت شوية، لو سبتها كمان شوية كانت نشفت قوي. دي شوكولاتة مبشورة رشيتها كده في المربع اللي انا عملته من فوق. وكمان عندي فرماسيلا شوكولاتة ملونة مكسرات، الموجود عندي في التلاجة طلعته كله. عندي الكونو ده كمان طلعته وحطيته بالشكل ده، وكرات كده من جوز الهند، وشوكولاتة سايحة نزلت بيها بالمنظر ده على الكونو وعلى الشوكولاتة الكرات الجوز الهند. ايه رأيكم؟ يا رب كده تعجبكم التورتايه اللي عملناها البسيطة
اللي عملناها في ايدينا في بيتنا لأحلى المناسبات، ما نجيبهاش من بره يا بنات، نعملها في بيتنا. والدقيق مش هنجيب دقيق غالي، يعني هنعمله في البيت بسيط جدا بالنشا وبالدقيق. وشفتوا المكونات سهلة قد ايه، كلها من البيت. هقطعها كده واوريها لكم من جوه عاملة ازاي. بصوا بقى هشة، واقسم بالله وطعمها جميل تحفة تحفة زي اللي بنجيبها من بره بالظبط. حاجة جميلة وروعة. شايفين الجمال؟ وعلى فكرة الصوص ده اللي انا عاملاه بتاع الكريم كراميل ده، انا اللي عاملاه في البيت، هعمله معاكم ان شاء الله وتشوفوه يعجبكم ان شاء الله باذن الله. اتمنى حبايبي الغاليين ما تنسوناش، لو اول مرة تزوروا القناة نعمل ايه؟ نشترك طبعا ونفعل الجرس عشان يوصل لنا كل جديد، ونعمل كمان اللايكات اللي بترفع لنا الفيديو. وكمان نعمل ايه يا حبايبي الغاليين؟ نعمل تعليق عشان يرفع من معنوياتنا ويخلينا نستمر معاكم ان شاء الله ويشجعنا. شايفين الحلاوة والجمال؟ ايه رأيكم؟ يلا يا حبايبي، في نهاية الفيديو اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.